السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل وسلم عليه صلاة يخرجنا بها من ظلمات الوهم ويكرمنا بها بنور الفهم ويوضح بها عنا ما أشكال حتى يفهم أنه يعلم ولا نعلم وهو علام الغيوب. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. أما بعد، يعني كما أعلنت في الصفحة أن يكون درس الجمعة اليوم حول ظاهرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية بشكل خاص، لأن بالنسبة للغرب وأوروبا هذا أمرا عاديا، ولكن عندنا تعتبر إعلان وآذان بخراب الأمم وخراب حضاراتها ومساراتها عندما تطفو هذه الظاهرة على واقعنا الإسلامي. هذه الظاهرة هي ظاهرة العري أو التعري التي أصبحت اليوم كأنها أمر عادي. تلحظون هذه السنوات الأخيرة خاصة هذه السنة ظاهرة اللباس القصير خاصة عند الشباب، وسآتي إلى الشابات فيما بعد. يعني ظاهرة السراويل القصيرة فوق الركب، أو إن صح أن تسمى لشورت، يعني عند الفخذين، وأصبح الأمر عادي عند الكثيرين لا يرونه شيئا يعني يزعج أو غير ذلك. وأصبح يستصحب مع هذا اللباس الفاضح التشبه حتى بالنساء، وضع الأسورة في اليد، وضع السلاسل في الرقبة، وبعضهم يضع قرطا منقوش، قرطا في أذن اليمنى أو الأذن اليسرى. هذا فضلا عن طريقة الحلاقة، طريقة تحليق الرأس. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم قدوة حذو القدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ما يسمى بالتقليد الأعمى. وهؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمعة، قال: لا يكون أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسنوا وإذا أساءوا أساء. وطنوا أنفسكم، وطنوا أنفسكم. عندما نرجع إلى الخلفيات التاريخية والخلفيات الاجتماعية والخلفيات النفسية التي تدفع الشباب إلى لباس هذا النوع من الألبسة، أعلاه راهم يلبسوا كما هاك، لأنهم هم في ظنهم أن هذا هو لباس العصر، هذا هو لباس الموضة، هذا هو لباس التقدم، هذا هو لباس الانفتاح في نظره. وشفنا كثير من الشباب للأسف الشديد يلبس هذا النوع والوسخ يظهر على من فخذيه إلى ركبته إلى إبطه، الوسخ والأظافر الموسخة. وش من موضة وش من حياة تبهديله هذا. قاعد اللي في خاطره يلبس كيما قدرك يبطل. أمر غريب، لأنهم أوصلوا لهم أن هذا هو اللباس العصري. هي ليست قضية سخانة وحمان، قادر يلبس حاجة سوى الفضفاض كليماتيزي وحده اللي هو يدخل من كل بلاصة، تريكو فضفاض وعادي. بالعكس أنا نشوفه اليوم يلبس هذه الألبسة، سروال بونطاكور سيري وتريكو سيري، يظهر جميع مفاصله، يظهر جميع مفاتنه، وتبان له باللي هذه راه فيدال ولا راه ما نعرف حتى واش. وهذا مرض، هذا مرض. الشعور بالنقص والشعور بالدون هو الذي يدفع هذا الشاب إلى هذا النوع من الألبسة. وكي نقول هذا الشاب هو راه غافل، هو راه طاح في الفخ تاع موضة الشباب. ولكن السؤال مطروح: الأولياء وين راهم؟ الآباء وين راهم؟ على الأقل ما نقولش يفرضوا عليهم،
ينصحوا ويكثرون من النصيحة ولا ييأسون. الصباح ولا شي، يا ولدي خاف ربي، يا ولدي نعت الشيطان، يا ولدي هذه مش لبسه، يا ولدي عايب عليك، راك هكذا راك لا. معليش نقول إذا ما سمعنيش قد أبرأت ذمتي كولي. ما ندخلش معاه في صراع، والله ما داخلها عندي، والله ما كرهها عندي، والله هذا غير مذهبي هو ما يجيش. بالعكس أصبحت عندهم النوم في الشوارع والنوم عند البحر والنوم في الأماكن هذه أفضل من أن يدخل إلى البيت ويدخل تحت طائلة الأوامر. واش درت، وين مشيت، وين جيت، وراك جاي وكذا. يكره حياته، يقول لك كان يكون آلاز كي نجي جاي للدار نكره حياتي. لا تكره حياتك، أمة منا وبا منا. واش هي طيح عليا هو طيح عليا. وبهذا النوع هذا بكي يلقى الضغط تاع النصائح المتتالية ورا بعضها يولي يكره داره، ويولي يكره بواه، ويولي يكره امه. وغير الكلمه الاولى يقول لهم واش صاي بديتوا، قلعت الكاسات، بدات الاسطوانه، هيا روحوا سيدي، هيا كملتوا، هيا اني سمعتكم، صاي نروح، صاي نخرج، صاي نمشي نرقد. لأن ما عندناش فقه النصيحه وتحين الفرص تاع وقت النصيحه. نعرفوا غير نطيحوا وتبان لنا باللي خلاص أنا أبرأنا ذمتنا أمام الله. مش بهذه الطريقة. هكذا شفتوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي جاء هذاك الشاب قدام كما قال لك اون بلان بيبليك، قدام الصحابة مريحين وكبار الصحابة. هذاك الشاب انت عادي مسكين الله غالب عليه غلبته الشهوة تاعه. جاء سيدنا رسول الله يا رسول الله ائذن لي بالزنا. أنا الله غالب سيدنا رسول الله ما قديتش، ائذن لي بالزنا. هكذا رخصة لي أنا شاب كيش ما تمد لي رخصة ولا فتوى ولا حيوان. سيدنا كاع الصحابة تقلقوا، ولكن سيدنا رسول الله عرف باللي هذه ثورة شباب، ثورة جنسية. كان هذا الشاب صادقا في كلامه، جاي يستأذن من المربي. كاع سكتوا، سيدنا رسول الله وقف له وأخذ بيده، شد له يده وأخذ يربت على قلبه، يمسح على قلبه ويقول له أترضاه لأمك؟ قل له لا يا رسول الله، فكذلك كل الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ لا يا رسول الله، وكل الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لخالتك؟ لا يا رسول الله، وكل الناس لا يرضونه لخالاتهم. أترضاه لعمتك؟ لا يا رسول الله، وكل الناس لا يرضونه لعمه. شوفوا كان قادر يقول له امك واختك ويحبس. سيدنا رسول الله اللي بغى يطول معاه باش يهدئه، باش يطمئن، باش يريح ويحك له على صدره. في الاخير واش قال له؟ كي عرفها باللي زاري وباللي كان عقله مش عنده وباللي هي غير حمان تاع ثروه جنسيه، قال له يا رسول الله ادعي لي، ادعوا لي يا رسول الله، هكذا الله غالب، ادعوا لي يا رسول الله. واش قال له؟ اعطاه الباريسيتامول ولا دوليبران، المسكنات وليس المنهيات، ماشي اللي تقطعها من الدبل، لا غير تكالمي، مسكن. فقال له اللهم اغضض طرفه وطهر قلبه وحصن فرجه. 3 أدعية أي إنسان كي يخرج من داره: اللهم طهر قلبي وحصن فرجي واغضض طرفي. انتبال، هذا الواقي ديره باش المنكرات ما تأثرش عليك، ولكن هي غير تخفف. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. تخفيف، كالمون، هذا مكان. اليوم عزوف الشباب حتى بغض النظر عن القدرة المادية. أنا نعرف بعض الأولياء يصرون على أبنائهم بالزواج، يقول له يا ولدي غير دبر ونزوجك، موش أنا نجيب لك هذيك فتناها، هذيك أنا نجيب لك، يا ولدي غير روح شوف أنني واجد باش نزوجك، وهذا أبي غير سنة مازال شوية يعني عاد كذا. خلاصة في الأخير واش تلقاها؟ كما قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سمعوا مليح، قال إذا بلغ الرجل سن الزواج ولم يتزوج، إذا بلغ الرجل سن الزواج ولم يتزوج فهو أحد رجلين، واحد من زوج،
إذا الإنسان كان قادر كلش وما بغاش يتزوج فهو أحد رجلين، إما مريض وإما فاسق. إما مريض ما يقدش على الزواج، رجل عنين ما يقدرش، عندهاش طاقة على الزواج الجنسية من الناحية الفيزيولوجية، مريض. ولا فاسق هذا مستغني بالحرام عن الحلال، يقول لك انا نتزوج، تقول شدتني وقابضتني، وين راك داخل وين راك خارج، مع من راك ماشي وين راك كذا. انا واش حايدني انني كل يوم هكا مع واحده تباليها الحمد لله، واش على نظن نجي في روحي، خاصه في الواقع المعاصر اليوم الذي اصبحت فيه الدعاره كما قال هيت لك، الدعاره تنادي. وسمحوا لي الكلام هذا غادي نقوله كلام شوي خطير وننزه عليه المزيد، ولكن نقوله. اليوم ولات عندنا العقيد لطفي منطقة للسياحة الجنسية للأسف الشديد. نعرف بعض العائلات تبدأ ترحل يبيع برخص القيمة باش يخرج من العقيد، لأن أصبحت كثير من المنازل، كثير من البيوتات عبارة عن بيوت دعارة مفتوحة، وأغلبهم دخلاء على وهران. تجي تحسبهم ولا كون يديروا ان كوميسيون، لجنه للتحري كلش، راح تتفاجئوا. الكلام هذا اقوله على مسؤوليتي، والله العظيم 99% ما يسعى فيهم وهراني. لا ما عندش من يحشم، ما يحشمنا من زيد لا من عمرو، براني جاي منا، ما لا باه لا عمه لا نسابه، حتى اللي مساكين في وهران وين كان ربما براني بصح كابر هنا، يحشم من فلان ويحشم من فلان والناس تعرفه، بصح هذا ما على بالاش، يجي يصيب 3 شهور 2 شهور، يجي يفسد ويروح المناكر. وتلقى البنات كي ولينا كي اوروبا مسدفين دايرين لاشين مزوقين رواحهم هكاك في معرض الازياء وين يقوصوا معاهم. شحال هذه جمع تبرعات لصالح مسجد محمد بوغياف الكائن بتليلات نوض الشباب ان شاء الله بجزيهم. فقلت هذه الظاهره اليوم التي اصبحت يراد لنا، اسمعوا مليح، باغينا باش نوالفوها، وهذه تسمى نظرية الاستخفاف. وش معنى نظرية الاستخفاف؟ فاستخف قومه فأطاعوه. الناس توالف المنكر، توالف هذا الظاهرة تاع البنات مستدفين والشباب ينقصوا معاهم. شحال شحال شحال، لا كان ساعة شحال، ولا كان ساعتين شحال، ولا كان نبات معك شحال. بنات من هذو أنا أجزم والله العظيم ما تسعى فيهم واحدة بالتبلات، لأن لقيناها فرصة يجي يخدموا على أرواحهم، جايين يخدموا على أرواحهم. وهران راها 58 ولاية تصب فيها، عاصمة الغرب، ولاية هادئة نظيفة جميلة لها شواطئ بكر. أنا ما شفتش، ولكن حكى لي واحد الأستاذ بلا ما نسمي هذه الشواطئ تاعنا من وهران حتى الرجقون، والله إلا وراني في البورطابل أمور رهيبة. بني عريان، هذا اللي ما يحشمش على زوجته، ما يحشمش على مرته، هذا ديوث يا جماعة. اللي راه يدي بناته وولاده للبحر ويقعد يتفرج والناس معريه رواحه، هذا ديوث ما يحشمش. راه كاين شواطئ الحمد لله نظيفه، ندي عائلتي ندي ولادي نمشي في اوقات اللي ما يزوش فيهم كاع الناس، نتنكب على جهه والو. هو تبدا من لا مودرنيتي هذه، من التقدم ومن الانفتاح، كيمشي قدام الناس كنت مبحر ويتصور هو ولادها قله اللحيه وينزلها في الستوري، بنتها متبرجه ومرتها متبرجه وعاجبها الحال ومعري صدره ويضحك. هذا الزرع تاع راجل هذا، الشماته ما يحشمش. وهذا على نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تقوم الساعة حتى يصير القيم الواحد ب50 امرأة. من علامات الساعة القيم الواحد ب50 امرأة. شراح الحديث روحوا قاعد فتشوا عليهم كي يتكلموا، يقول لك يا ودي كثرة الحروب ويموتوا الرجال، كما وقع في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. ألمانيا دارت النساء دارت مسيرات في الشوارع معمرة باش يطالبوا تعدد الزوجات في ألمانيا، واعطاوهم هذا الحق في ألمانيا. باش تبغي تعدد عدد، بس شوفوا مطاهم مفتوحة، تعدد 4 5 6 7 8 10 مادام قابله لك الله يسهل عليك، لأن ما لقاوش الرجال. أصبحت عدد النسوة أكثر من الرجال بعد الحرب العالمية في ألمانيا، معناه ولات ضرورة اجتماعية، ولكن حلوها مفتوحة. ولكن الآن الإحصائيات نتكلم لكم من الناحية الرسمية
باش من الناحية الرسمية تاريخيا، يعني من اللي بدات لي ستاتيستيك هذه الإحصائيات، نسبة الولادات يا جماعة متقاربة دائما، الذكور والإناث. ما يقول لكمش يا ودي راهم يكثروا الإناث في الولادة ويقول له الذكور، ما كانش منها هذه. الإحصائيات الرسمية الذكور والإناث دائما فرصيرهان 49 51 في الولادة. كي تجي الطوارئ هذيك حاجة أخرى، تجي حروب، تجي فيضانات، مش عارف هذه الأمور الطارئة اللي ربما توقع خلل في التركيبة البشرية. ولكن من حيث الولادة هي ربي ما يظلمش. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال القيم الواحد ب50 امرأة، ما قالش الرجل الواحد ب50 امرأة، قال القيم، ما أكثر الذكور وأقل الرجال، ما أكثر النساء وأقل الإناث. النساء بزاف ولكن أعطيني أنثى، الذكور ياسر أعطيني راجل. لهذا سيدنا رسول الله قال القيم الواحد. وش معنى القيم؟ القيم هو الذي يقوم بشؤون بيته أو بشؤون عمله. نقول القيم تاع الجامع، القيم تاع المدرسة. ابن القيم الجوزية على اسمه ابن القيم، بوه كان شاد المدرسة الجوزية فسمي ابن القيم. ومنها جاءت القوامة، الرجال قوامون على النساء. القوامة تاعك باه، خاصة اللي امرأة خدامة هو خدام وتخلص أكثر منه، هو يخلص 5 ملايين وهي تخلص 15 مليون وهي تفورني ودير. القوامة وراها القوامة، راه هذا صفة يستشعرها الراجل في أنه هو الذي يسيطر على هذا البيت. كي يسمعوا التقرقيب فوق الدار وفوق الضالة ولا ضرب الباب تجيب جات، ما تنوضش هي تنوض الباب، تقول له نوض احمد، نوض شوف شكون، نوض شوف حيا التقرقيبه هنايا، هاك انت هي اللي كتشري وراك تصرفي وديري، ها نوضي شوف، هيا نوضي. ولكن الله غاسل كان اللي يخمد ورا مرته ما يحشمش. فلهذا الحديث لما قال القيم الواحد ب50 امرأة معناها ما أكثر الذكور وأقل الرجال. باش تلقى راجل روح دور راجل يقابل لك 50 امرأة. أما الذكور فنشوفوا الآن ظاهرة، عافانا الله وإياكم، ظاهرتان انتشرتا في هذه السنة بشكل رهيب. الآن هم يفكروا بإعداد مؤتمرات دولية لها حتى يعطى لها التقنين الدولي. وشاهد عندنا الظاهرة وقنوها وكملوا معها اللي هي ظاهرة المثلية. ظاهرة المثلية زواج الذكور بالذكور والإناث بالإناث، أو بالأحرى النساء بالنساء، ما نقولش إناث. لقاو النسبة المئوية تاع الذكور بالذكور أكثر من 80%. هذا راجل هذا وقنوها لهم. رد بالك تكلم لها ولا تهضر الله ولا تقول أنت مثلي ولا رد بالك ولا مقننة. الظاهرة الثانية وهي ظاهرة الكلاب البشرية. ادخلوا بعد نشوفوا ظاهرة الكلاب البشرية، بدأوا يعدوا لهم الألبسة ويعدوا لهم أقنعة وكيف يدير يتنفس وغير ذلك، ويجروا فيهم ويديروا فيهم. الآن هم واصلين 15,000 كلب بشري يتمشوا في الشوارع داير سنسة ويقود فيه ويمشوا. كي سألوهم وداروا مدينة مرض نفسي هذا، قال لهم بغينا نجي، قال لهم يا ليتني ولدت كلبا باش هذا تاع الامور البشريه كما يرقدوا يديروا لهم ليكاج ويبدوا في ذيك ليكاج وكلش. يعني انحراف البشريه الان، انحراف الفطره بشكل رهيب يا جماعه، ولنا ماشيين. الان الالبسه اللي موداليست هذو اللي يخدموا لي موديل تاع الكسوه، قال لك انا نفكروا الان في اعداد البسه ستاندار يلبسوهم الذكور والاناث الزوج ميكست، ما تفرق لا بين ذكر ولا بين انثى. روح يا ديك الروز وروح ديك البلو، روح ما نعرف ديك اللي باطين على اليمنى والباطين على اليسرى، راه ما كانش دوكي حير في روحك. وهذو عندهم قوه اقتصاديه فارضين عليك نوع اللباس، تقعد تدور باش تحوس لبنتك ولا ولدك اللباس مستور ما تلقاش، يفرض عليك السوق انك تشري واش كاين. كما راه صار عندنا في البنايات عقليه عوجه، كل عام نبنوا آلاف السكنات، على بالهم باللي العقلية الجزائرية عندها لحية. الراجل ما يقبلش مرته يشوفوها في الكوزينة، وإحنا إلى يومنا هذا يبني لك الصالة ومقابلتها باب الكوزينة، وشيتو لا دارك الصالة تاعها أوفر، الباب تاعها ما يتبلع، قال ما كاش بها ما نديروهم درك،
ومقابلتها الكوزينه تحشموش. النهار الاول يعطوه المفتاح منا وغدوه تسمع سيزو والمارطو. علاه؟ راه يهدم في باب الكوزينه يبدل فيه من جهه لنهي، راه يهدم في باب الصاله باش يديرها عند الدخله. علاه تغبنوا في الناس؟ علاه؟ ويدير له الطواليت الرول كاع الداخل، وهذا ما يجيه ضيف، ما يجي واحد حتى يفوت على كامل العائله باش يديه الطواليت. عارفين باللي الشعب الجزائري كوزينته بعدها له في التالي، الطواليت حطها له عند الدخله. علاش تغبنوا في الناس؟ على بالهم باللي يهدموا ويتعمدوا، على بالهم باللي يضيعوا ويتعمدوا. هذا نوع من فرض نمط معين، لا في السكن ولا في اللباس ولا في غيره. الأمة عندما تسلب إرادتها وتسلب مقومات وطنيتها يصير كيما هاك، تولي ما عندهاش نوع من الخصوصية. المهم احنا اليوم أنا تحدثنا بغينا نجيبوها على قضية مسألة العري. وشوفوا الله سبحانه وتعالى كي يتكلم على آدم عليه السلام وش قال؟ جاب في سورة الأعراف وجاب في سورة طه. وش قال؟ قال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وهذه تكلمنا عليها في عدة جمع. شجرة الخلد قلنا هو طول العمر، وملك لا يبلى الدراهم. قال فأكل منها فبدت لهم سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعاصى آدم ربه فغوى. المعصية وين جات؟ وين تعراو كإعصار. ربي بداها بشجرة الخلد وملك لا يبلى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعدكم الفقر ويأمركم يعني مباشرة. إذن أصبحت نوع من التلازم بين المعصية والذنب. اليوم يقول لك علاه ولادنا راهم عاد رواحهم، روح في روحك، واش راك تاكل؟ رزقك من راه جاي. الحرام هو اللي يكشف العورة. لما عصى ربهما كشفت عورتهما. معنى كان تلازم بين العري والمعصية. المعصية العري معصية، ولكن من أوصلنا إليه؟ وشو باش يبدأ؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ومن بعد يقول لنا المولى تبارك وتعالى، يقول فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري من سوآتهما، ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ملكين الرزق وخالدين طول العمر. نفس الثنائية ربي جابها في سورة الأعراف وجابها في سورة طه، وربطها طول الأجل، مأمن روحك المعيشة ومأمن روحك الرزق. الفساد كلا إن الإنسان لا يطغى واش أن رآه استغنى. وانت الإنسان يبطش كي تجي دراهم يفعل الزلط والتفرعين. واليوم الشباب يلقى لها الطريقة تاع الكاشيات أسهل طريقة للوصول إلى يعني نتعب راسي وعلاه نقرا وجماعه تقرا وماجستير ودكتوراه وحاصل في راسه ودكتور ودير كارني تاع كريدي عند الحوانيت. واش من حاله راني فيها؟ نبيع فيها غير باليطه تاع كاشيات صاي نشري فيها فيراري. وعلاه ونغمر ونقمر. ربحت ولا خسرت؟ كيما نمشي نحرق في البحر وربما نموت ولا نحيا ثاني نقدر نشري فيها انا حتى 5 تاع الباكيات ولا 6 تاع الباكيات اللي انا نجحت، راني نجحت وسلكت، واللي انا قبطها كيك اللي طحت في البحر. ما للاسف الشديد يعني الفطره انحرفت. كون ما يكونش تعاون يا جماعه من المجتمع، من وسائل التربيه والجامع والجيران وكذا، والله ما نديروا حيه. خاصه يا جماعه الجيران، والله يكون كل جيران يوقفوا على اولادهم، واللي يبيع الزطه روح بعدنا منا، واللي يبيع شراب روح بعدنا منا، وكي يجي يحل مخمره روح في جهه واحده اخرى والله ماك حالها، ونديروا بريات ونديروا ونشوفوا كيف ما نضيقوش عليهم. بصح للاسف يشوفوهم في القنوت راهم وين يبيعوا ساكتين. يقول لك كنت نتكلم يقول لك عندي بنتي وعندي ولادي، عشو متعدي لي عليهم؟ شكون يحميهم لي؟ انت خايف وانا خايف وهذا خايف، هالمنكر يشيع يا جماعه. لا حول ولا قوه الا بالله، نسال الله عز وجل العفو والعافيه.
هذه أخت تطلب الهداية لزوجها والتفريج والمسكن الواسع والذرية، هذه ما خلت والو. الله إن شاء الله عز وجل يهدينا ويهديك إن شاء الله، ويرزقك إن شاء الله الزوج الصالح لزوجها، التفريج الله يفرج عليكم، الله يفرج عليكم السكن الواسع والذرية الصالحة. هذا أخ يطلب الدعاء لوالديه بالرحمة، وواحد يطلب بالذرية الصالحة والدعاء لأبيه بالزوجة لزوجته بالرحمة بالزوجة الصالحة، والدعاء لابنه بالذرية الصالحة، والدعاء بالهداية، والدعاء بالشفاء والتوفيق لمشروع بناء، ويطلب الدعاء بالتوفيق له في الزواج. كل هؤلاء نسأل الله تبارك وتعالى كما طلبوا منا أن ندعو لهم أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. وجميع الحاضرين معنا كل من كانت له أمنية لله فيها رضا وله فيها صلاح اللهم عجل له بها يا أرحم الراحمين رب العالمين. كلامي هذا يا جماعة مش اللي قنط، اسمعوا مليح، هذه ظاهرة عادية كان قاع في المجتمعات، ولازم تتكاتف الجهود تاعنا، مش أمر الدنيا ما حبستش هنايا. هذو مهما كانوا هذو وليداتنا اللي يركب راسه يلعبها يزعق في ولده ويطرد في ولده، انت الخاص بالاول نقولها لك من دركي، ولدك سكايري ولدك سطايري حافظ عليه، على الاقل يا ضحومز يضيع لك ولاد الناس، راك ماجور. اللي مسكت ولدك عندك بالزطله تاعك وبالشراب تاعه وشديته في الدار راك ماجور. بصح تلقى خليني منه ويمشي ياكل روحه ويدير كذا، راك تفسد في ولدك وتفسد فيه كذا وغادي تندم عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد أبناءنا إلى الطريق ردا جميلا، وأن يطهر بيوتنا من الفساد، وأن يرزقنا الحلال وإياكم يا رب العالمين. هذا بالنسبة لمشروع توسعة المسجد. هذه بعض الاحتياجات. عندنا أولا التغطية على الأدراج تاع لي زيسكالي، المقاول 400 دينار جزائري، 40 مليون ولا كيف؟ ايوا. والسيما قال لك 6 مكعب، ما نعرفش شحال هذه، 26 متر مكعب. الحديد 120 مليون ولا 12 مليون. المهم تلقاها معلقه كاع برحيه كبيره، حيه تخوف يا جماعه هذه. بصح يا جماعه نعاودها ونقولها على مسؤوليتي، عاونوا الجامع، من بنى لله مسجدا بنى له كهيئته في الجنه. اللي يهدي مسمار ولا كونتر بلاكي ولا لوحه ولا مادريه يوم القيامه يلقاها اكبر من جيبات تهامه. ولكن ماهيش من دراهم الزكاه، ماهيش من دراهم الزكاه. دراهم الزكاه هذاك تاع الفقراء ولازم توصل للفقراء. باغي تبني جامع لروحك ابنيه من المال تاعك الحال. عندك 100 مليون خرجت لنا منها 2 ملايين ونص، راه قاعده لك 97 مليون ونص، عطينا غير 7 ملايين من رزقك الاصلي، والشيء الاخر شده. بصح باش تجي دير لنا شعبان في رمضان وتدخل لي الزكاه في الجوامع، هذاك حق الفقراء. المسجد لم يذكر من الاصناف الثمانيه، وان كان يدخل في سبيل الله اللي اخر صنف ثامن، ولكن الذي نفتي به ان في سبيل الله تمثل 1 على 8. اذا عندك الزكاه وبغيت تعطي طرف للجامع قسمها على 8، هذاك تاع 8 اعطيه للجامع والشيء الاخر اعطيه للفقراء باش يوصل لهم ان شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.